السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يكاد شأن من شؤون حياتنا الآن إلا ويدخلها الذكاء الاصطناعي، كما كانت التقنية الحديثة قد حاصرتنا وهاجمتنا وخالطتنا وباتت جزءا لا يتجزأ من حياتنا. فنحن على مقربة لأن يكون الذكاء الاصطناعي هو أقرب إلى سميرنا وصديقنا وصاحبنا، وربما هو شوي 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 وخلاص يصير جزء مهم جدا، ربما يغطي علينا نحن. الذكاء الاصطناعي دخل في التعليم، ودخل كذلك في المعاملات أو التعاملات، ودخل كذلك في التوظيف إلى ما هنالك. لكن أريد أن أركز على أمر مهم أخبرني به أحدهم قبل يمكن يوم ونص كذا. فوجئت باتصال منه، نسولف مع بعض، يقول لي: يا أخي والله أنا جاني اتصال عن طريق الكول سنتر، وهذا الكول سنتر هو زي ما تقول رد آلي. فيقول لي: للحصول على هذه الخدمة اضغط الرقم 1، سيصلك الآن رمز تحقق، أرجو إدخاله الآن. طبعا حيرسل له رمز تحقق مكون من 4 أرقام. أدخل رمز التحقق الذي وصل إليك، الذي وصل على جوالك. ويدخل مسكين رمز التحقق وما يدري إلا وانخصم منه تقريبا 1300 ومدري كم. طبعا أنا قلت له على طول على البنك، قلت له أول شيء أوقف البطاقة، لأنه ما أدري، المهم ما أدري إيش اللي حصل بالضبط، طلب منه رقم البطاقة، أنا ماني عارف إيش حصل، ما أدري إيش تفاصيل المكالمة، لكن هذا الذي فهمته. فالمهم أوقفت البطاقة وتم الاتصال على البنك، وعرف فيما بعد الرسالة اللي جات، رسالة التحويل، أن هذا الاحتيال جاءهم من اسطنبول في تركيا. هنا الحقيقة أنا اتصلت بالبنك الذي أضع فيه محول عليه الراتب، اللي فيه الراتب حقي، وكلمتهم قلت: يا جماعة الخير، في اقتراح. طبعا الأخ اللي أجابتني امرأة، كأنها لم تكترث لاقتراحي، أو أنه تبغى تقول لي والله ما في يدي شيء، خلاص المكالمة مسجلة والعالم يسمعوك. يا جماعة، نحن الآن في ظل الذكاء الاصطناعي وفي ظل رفع بصمة الصوت. الآن العالم عمال تجيب بصمة المشايخ يتكلمون، تسمع الآن ابن عثيمين يتكلم وهو متوفى رحمه الله، ابن باز يتكلم وهو متوفى رحمه الله، بعض المذيعين عمال يركبون أصوات مغنين على أغاني ليست من أغانيهم، وكلاهما المغني والمغنى له كلاهما متوفى. وهذا من باب طبعا العبث والتسلية. لكن هؤلاء المحتالون الذين هم أكثر تمكنا وقدرة، أكيد يستطيع يرفع بصمة صوت البنك، المجيب الصوتي حق البنك، ويتصل ربما بأرقام عشوائية. وبالمناسبة قد يقول قائل: طيب كيف ممكن يتصل من رقم برا المملكة؟ لا يا عزيزي، أصلا في تطبيق كان زمان الشباب يقولون عليه، وكان بعض العابثين هذول الشباب الصغار يتصلون علينا من المملكة ويحطون رقم أمريكي، ما تدري مثلا لما واحد متصل عليك على أنه رقم أمريكي ولا رقم من أي دولة أخرى، وهو جنبك، قاعد جنبك، تطبيق موجود أنه يستطيع أنه يتصل عليك. ومرة أنا واجهت برضو تطبيق عبر التطبيقات هذه، فيه بعض المواقع تعطيك التطبيقات الحديثة اللي نزلت، فيقول لك تستطيع أن هذا الكلام من زمان، من سنين، يمكن من بدايات الهواتف الذكية، انه تستطيع انك تضحك على الانسان وتجيب له وتكلمه على انه الرقم هذا جايك من رقم من نفس الرقم حقك.
تعلف أي رقم. يعني بالله المحتال لا يعجز، يعني المحتال قصدي لا يجد حيلة. هل المحتال عاجز عن أن يعرف رقم البنك الذي يتصل به على العملاء؟ مستحيل يعرف. فبالتالي ممكن يضع هذا الرقم وما تدري إلا واحد ما اتصل عليك ما تدري من فين. للأسف الشديد ذكاء اصطناعي، وبصمة الصوت موجودة، بصمة صوت المجيب الصوتي. اضغط الرقم 1، اضغط الرقم 2، أدخل الرقم المرسل إليك عبر رسالة نصية قصيرة. ويقع الإنسان ضحية هذا الاحتيال. كان مسمى اقتراحي كالتالي للأخت اللي ردت علي في البنك. قلت لها يا أختي، لازم البنوك بشكل عام تتوقف عن الاتصال على العملاء. لابد أنه تستبدلوا هذا الاتصال اللي هو اتصال شو اسمه، مثلا يجيك اتصال يقول لك يا أخي الكريم أنت مرشح لتأخذ فيزا، يا أخي أنت مرشح أنك تأخذ مثلا شو اسمه، تأخذ تعلي من يكون عندك إمكانية الاقتراض، أو مش أي شيء من منتجات البنك، سواء كان منتجات ائتمانية أو إقراضية. ومثل ذلك يقال على شركات الاتصالات. ممكن تلاقي اتصال من موظف أو موظفة يقول لك والله إحنا سنرفع لك الباقة حقتك. والله أوكي جيد، ارفعوا لي الباقة حقتي. طيب خلاص حيوصلك الآن رمز، لو سمحت أعطينا الرمز اللي حيوصلك على جوالك. طق إلا هو داخل على بياناتك، ساحب الرقم السري، وإذا عندك مبلغ من المال سحبوا عليك وانتهى الأمر. فأنا اقتراحي ليس في البنوك فقط، ولكن في البنوك وفي شركات الاتصال وفي أي من مقدمي الخدمة التي تعتمد على إرسال رموز تحقق للمواطن، أو أنها تعتمد على التكليف بأن يضغط على أزرار معينة في لوحة الأرقام عنده في الجوال. يكتفى، لأنه الآن احنا في مشكلة والله العظيم، مشكلة في الذكاء الاصطناعي هذا. فعليه يكتفى بأنه يتم إرسال نوتيفيكيشنز على جواله، اللي هي أو أنه على نفس التطبيق اللي هي التنبيهات. يعني مثلا البنك يرسل تنبيه على جوالك أو رسالة أو شو اسمه هذا، إعلان ترويجي، أنه والله لدينا منتج جديد خاص بك فيما يتعلق برفع الحد الائتماني للفيزا أو الماستر كارد أو لأي بطاقة ائتمانية مثلا. لدينا عرض خاص بك لأنك عميل مدري إيش متميز ولا أي شيء، لإمكانية الاقتراض بشروط ميسرة، مثلا أنه الدفعة الأولى تكون أقل إلى ما هنالك. الشركات الاتصالات والله لدينا عرض، ارسلوا يا جماعة، لا تخلوا الموظف يتكلم، وبعدين كذا ستوفرون أجرة أولئك الموظفين اللي قاعدين في الكول سنتر ويتصلون بالناس. استخدموا نظام التنبيه هذا من جهة. من جهة أخرى يجب التأكيد وتفعيل نظام السمات الحيوية، اللي هي بصمة الوجه، بصمة الأصبع، أي سمة حيوية. كذلك الأرقام اللي ترسل هي الأرقام التحقق بعد ما يدخل الواحد إلى التطبيق، لأن الأمر والله صار مخيف جدا. فمثل هذه الطريقة، مثل هذه الطرق تؤمن للعميل المزيد من الثقة في التعامل مع هذه الجهات، مع سواء كان جهات الاتصالات، جهات البنوك، أي جهة تقدم الخدمة. ويجب كذلك التأكيد على توعية العميل برسائل من شركات الاتصال بأنه يؤمن، يا أخي يؤمن حساباته، لا يرد على أي إنسان، ويغير أرقامه السرية بين فترة وأخرى. المشكلة أنه يقول لك إذا بعض المحتالين إذا دخل إلى جوالك وبدأ يتجول فيه، يستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي أن يعرف مكان الضغط على الشاشة. فوالله مأساة كبيرة. ولذلك أفضل أن تمتنع هذه الشركات والبنوك عن الاتصال على العميل، ويكتفى بالتطبيق والتنبيهات حماية للعميل وتوفير للموظفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.